السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما العاده جيب لكم اهم واخر الاخبار، وهذه المره غندويو على عز الدين أناحي. التقارير الصحفيه اكدت ان الدولي المغربي عز الدين أناحي لاعب فريق مارسيليا الفرنسي كيفكر جديا في الانضمام لدوري روشين السعودي من بوابه نادي الهلال خلال فتره الانتقالات الصيفيه القادمه. وعلاقه بالموضوع، فقد اكدت صحيفه ليكيب الفرنسيه بلي اليوم ان أناحي اللي رفض عروض الاعاره في الدوري الانجليزي الممتاز شهر يناير الماضي، وعلى راسهم فريق برينتفورد إضافة لعرض الهلال السعودي. أضحى بيفكر في الأخير ومن الممكن أن يقبله الصيف المقبل، وفي حال انتقال أناحي لصفوف النادي الأزرق السعودي فسيجاور مواطنه وزميله في المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو اللي انتقل بدوره للهلال قادما من إشبيلية الإسباني. وكثير ديال المصادر من هنا وهناك أكدوا على أن الدولي المغربي توصل بعروض من أندية أوروبية بالموازاة مع عرض الهلال، والزميل ديالو بونو هو اللي اثر عليه وتم اقناعه بالالتحاق به الى الهلال السعودي. وجدير بالذكر ان عز الدين أناحي انتقل لصفوف نادي مارسيليا الشهر يناير 2023 قادما من انجيه الفرنسي.